برشلونة طلب من ليفاندوفسكي انه يبطل يسجل اهداف. اهو ليفاندوفسكي اتصدم من الطلب ده زيك كده بالظبط. يعني ازاي نادي يطلب من المهاجم بتاعه اللي هو في عز مجده ان هو يبطل يسجل؟ اللي حصل بالظبط ان في موسم 22 23 الموسم اللي برشلونة خد فيه الدوري مع تشافي، ليفاندوفسكي قابل مجموعه من اعضاء مجلس الاداره ومنهم الرئيس خوان لابورتا، وقالوا له احنا عايزينك بالظبط في اخر ماتشين من الدوري ما تسجلش ولا هدف. طبعا ساعتها برشلونه كان ضامن اللقب رسميا، وكان ليفاندوفسكي متصدر قائمه الهدافين ب 23 هدف. وهنا بقى هتفهم هم ليه طلبوا منه ده، لان لو ليفا كان وصل ل 25 هدف كان لازم برشلونه يدفع لبايرن ميونخ بونص 2.5 مليون يورو حسب العقد والاتفاق. وطبعا برشلونه كان وقتها بيعيش ازمه ماليه خانقه، فبالنسبه له ما يسجلش احسن. وفعلا لعب اخر ماتشين في الموسم وما سجلش، ومع ذلك كسب جايزه بيتشيتشي وتفوق كمان على كريم بنزيما.